السلام عليكم. أصعب إحساس في الدنيا إحساس الغدر، بالذات لو جه من القريب، لو جه من حد أنت بتثق فيه وبتحبه ومديت إيدك ليه بالخير قبل كده كتير. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. حكايتنا في البحيرة، بالتحديد في مركز بدر، في بيت الحاج محمد، راجل مزارع وتاجر مواشي، والحالة معاه كويسة ومستورة، بس هو بدأها من تحت خالص. نرجع ورا شوية. أول ما اتجوز الحاج محمد كان راجل على قد حاله، بس كان بيتميز بالطموح، إن هو عايز يعمل نفسه ويكوّن نفسه ويعمل ثروة، يعني مش ثروة لأ، يبقى عايش مرتاح. فبدأ من بعد الجواز على طول، ربنا كرمه قرشين من هنا على قرشين من هنا، جاب له حتّة جاموسة صغيّرة، قعد يربي فيها ويعلفها، ربنا كرمه وباعها، جاب مكانها حتّتين صغيّرين، يجتهد ويراعي ربنا ويعلفهم وربنا يكرمه فيهم ويبيعهم ويكسب فيهم ويجيب 3 حِتَت، بعد كده يبيع ويزوّد في الأرض، زوّد قيراطين، زوّد 3، زوّد نُص فدان، بدأ من ما فيش بكرم ربنا عليه، وهو كان مشهود له بالأخلاق والأمانة. في الفترة دي ربنا كرمه وخلّف، بقى معاه 4 ولاد، الولد الكبير أحمد و3 بنات بعد منه. ما سكتش على قد كده، لأ، دخل كمان في التجارة، بقى يبيع ويشتري ويكسب، يشتري من ده ويبيع لده، وأهم حاجة في التجارة السُمعة، وهو كانت سُمعته كويسة جدًا، إن هو راجل أمين وبيخاف ربنا وبيدّي السعر المضبوط، السعر الحلال، ما ياكلش قرش على حد وما يبخسش بضاعة حد، فعشان كده كان كرم ربنا واسع أوي عليه. الزريبة الصغيرة اللي كان فيها 10 حتت بقوا 20 وبقوا 30 وبقوا 50، حتة الأرض اللي كانت يا دوب 10 قيراط بقى دلوقتي معاها فدان و2 و5. بسم الله ما شاء الله، ربنا فتح عليه أبواب الخير والرزق عشان هو قريب من ربنا. عدت الأيام وعدت السنين وعياله كبروا، حس إن هو خلاص عايز حد يتسند عليه. عنده ابنه الكبير أحمد، قبل ما يتجوز قال له: يا أحمد، أنا ما حيلتش غيرك في الدنيا، أنت الابن الوحيد على 3 بنات، اقف جنبي وساعدني في تجارتي وفي شغلي وفي أرضي، تجارتي تجارتك وأرضي أرضك، اقف جنبي يا ابني وإيدي على إيدك وساعدني ونكبر شغلنا، وده كله ليك وأنت اللي هتشيله بعد كده لوحدك. بس أحمد للأسف كان ليه طموح تاني. أحمد قال له: لن أعيش في جلباب أبي. أمال إيه يا ابني، عايز إيه؟ قال له: أنا عايز عربية وأبقى سواق، العربية مكسبها أحسن من ده كله. قال له: يا ابني، ما احنا في خير ونعمة ورزق من ربنا اهو، ما تخلينا في شغلنا ورزقنا ونكبره. أحمد قال له: لا، أنا عايز عربية. يهديك يرضيك يا ابني، لا، عايز عربية. أبوه مش عايز يزعله. بالفعل أحمد شق طريقه، أبوه جاب له العربية، عربية نقل كبيرة، واشتغل عليها يحمل رمل ويحمل زلط، واتجوز أحمد وخلف وشق طريقه. بس قاعد مع أبوه في نفس البيت، عندهم بيت 3 أدوار كبير، وأحمد واخد الدور التاني، وأبوه قاعد في الدور الأولاني، والدور التالت للبنات، عنده ال3 بنات، 2 اتجوزوا وواحدة لسه، بحيث إن البنات يبقى لهم إيه، الحتة اللي يقعدوا فيها، يعني جُم زيارة بعيالهم، جُم هم وأزواجهم، ماشي، يبقى لهم الدور بتاعهم. والبيت طبعًا ليه امتداد من ورا، البيت اللي من ورا ده عبارة عن بيت كبير، فيه بسم الله ما شاء الله زريبة كبيرة، عبارة عن مزرعة كبيرة فيها من خيرات الله كل الأحجام، فيها بهايم من عمر شهر لحد 5 سنين، بسم الله ما شاء الله. وغرف طبعًا ملحقة بالبيت، اللي هي بتحط فيها، بتخزّن فيها الرز والقمح، بتخزّن فيها المحاصيل الزراعية، وبتربى فيها طبعًا الطيور وبتاع، بيت بسم الله ما شاء الله خير، خير، خير أوي. لحد ما في يوم من 7 سنين كده لورا، يعني 2018، 2019، رايح الحاج محمد بلد جنبهم بيشتري منها حتة بقيمة من عند واحد اسمه أبو عبد الله. المهم اتفق ودفع له العربون، وقال له: هابعت لك واحد بكرة من اللي شغالين عندي، هياخدها منك وهيدّيك بقية الفلوس.
رد عبد الله ابن ابو عبد الله، كان شاب هو في الثلاثينات، قال له: ولا تتعب حالك يا حاج محمد ولا تبعت حد، انا بنفسي هربطها في التروسيكل بتاعي وهجيبها لحد عندك. عبد الله ده عنده تروسيكل بياكل عليه عيش، يعني بيحمل عليه طلبات، اللي عايز يودي حاجه، اللي عايز يجيب حاجه، وكله باجرته. فتاني يوم بالفعل عبد الله مسك حته الجاموسه اللي اشتراها منهم الحاج محمد ودفع لهم العربون بتاعها، ربطها في التورسيكل من ورا وخدها واداها له لحد عنده لحد البيت، واداله بقيه فلوسه. اتفضل يا ابني اشرب شاي، اتفضل اتفضل. لا شكرا، سلام عليكم. بعدها باسبوع عبد الله راح للحاج محمد: خير يا ابني اتفضل. قال له: انا عايز حته بيامه صغيره اللي هي هيربيها يعني سنه او ما كملتش سنه. قال له: ماشي. على كام؟ قال له: 15. قال له: طب بص يا حاج محمد، انا معايا 10 اجيبهم لك وتصبر عليا اسبوع واحد بس اجيب لك الخمسه. مع ان الحاج محمد ما بيعملش كده ومفيش تاجر بيطلع بالاجل، بس قال له ماشي. شاف ان الولد بيتكلم حلو وعيل خدوم، اول مره جاب له البهيمه لحد عنده، فاعرج منه. قال له: ماشي، وكده كده انا عارف بيتكم وعارف بلدكم وعارف ابوك، ماشي، الاسبوع الجاي هبقى اجي اخدهم منك. قال له: لا، ولا تتعب نفسك، انا بنفسي، عد على صوابعك 6 ايام بالظبط، 7 ايام وتلاقيني عندك. قال له: ماشي. بالفعل اسبوع وكان عنده عبد الله، اداله بقيه المبلغ، قال له: اتفضل، تشكر على ذوقك يا حاج محمد. ومن هنا صارت ما بينهم علاقه بين الحاج محمد وعبد الله، والحاج محمد اعتبر عبد الله زي ابنه، وعبد الله خدوم جدا ويخدم الحاج محمد بعينيه. عايز يروح مشوار، عبد الله معاه بالتروسيكل، عايز يروح الجمعيه يجيب سماد، عبد الله معاه بالتروسيكل، عايز يعمل، عبد الله معاه من غير فلوس من غير اجره. الحاج محمد اعتبره زي ابنه، وعبد الله رايح جاي، والعلاقه اتوطدت ما بينهم. عبد الله عايز ياكل بياكل عنده، يشرب شاي بيشرب شاي عنده، لدرجه ان الحاج محمد اصلا ما كانش بيشرب دخان. جاب لعبد الله جوزه، يعني شيشه، جاب له شيشه عنده في البيت عند الحاج محمد في البيت، عشان لما عبد الله يجي يشرب الشيشه. يعني ده مرتاح في ده وده مرتاح في ده، ده شايل ده على كفوف الراحه وده شايل ده على كفوف الراحه. وتعدي الايام وتعدي السنين من 2018 ولا 2019 لحد دلوقتي، ويعني أعز من ابنه. عبد الله بالنسبة للحاج محمد دلوقتي أعز من ابنه، واحد من أهل البيت. المهم من حوالي شهرين لورا، عبد الله قال للحاج محمد: أنا عايز 3 حتت لباني، يعني 3 بهايم صغيرين اللي هو هياكل فيهم عيش. هو كان متعود على كده، ياخد حتة مثلا من الحاج محمد عاملة 20 يبيعها هو مثلا ب22 يكسب فيها 2000 جنيه، يدي الحاج محمد إيه؟ ال20 بتاعته اللي هو باعها بعد يوم بعد اتنين، ما بتأخرش عن كده، يوم اتنين تلاتة كده. يعني حد بيطلب حاجة أو كده، فيعني دخل حب عبد الله يخش في مجال التجارة دون رغم إن هو مش معاه فلوس، والحاج محمد ساعده وزقه بما إنه بيعتبره ابنه. فجه من حوالي شهرين فاتوا، عبد الله خد 3 حتت من الحاج محمد، 3 حتت بهايم صغيرين، الحتة عاملة 30، 3 في 30 أدي كده 90,000. تمام، بالكتير يوم ولا اتنين ولا تلاتة، يوم ما يتأخر وهيجيبه. خده مع عبد الله عشان يبيعها. عدى يوم، في التاني، في التالت، ولا حس ولا خبر. بيجي بيقعد مع الراجل ما بيتكلمش، ما بيقولوش حتى بعت، ما بعتش، مفيش. فالحاج محمد: ايه يا عبد الله، مالك كده، انت ما بعتهمش يا ابني ولا ايه؟ قال له: لا والله لسه. قال له: يا ابني ما ان كانوا عطلانين عندك ما تجيبهم ردهم تاني مش مشكله. قال له: لا لا، باذن الله يومين كده واحد جاي كده هيتفرج عليهم، تقلقش يا حاج محمد. قال له: ماشي يا ابني. عدى اليومين مفيش. ايه يا عبد الله؟ قال له: اصبر بس عليا يومين اتنين بس، الراجل اللي كان جاي عايز يشوفهم ما ادانيش فيهم سعر كويس، معلش يومين تلاتة بس كده. قال له: ماشي. اليومين التلاتة جابوا كمان اسبوع كده، عدى اسبوعين. الحاج احمد قال له: بص يا عبد الله، لو مش متباعين معاك يا ابني، لو هيخسروك، لو واقفين عندك، لو حالهم واقف، هاتهم يا حبيبي. قال له: بس اصبر بس، انا بكره اخر كلام،
واحد جاي يتفرج عليهم، إن ما كانش آخر الليل هاجيبهم لك. قال له ماشي. جه بكرة إن عبد الله يظهر، ما ظهرش. فين لحد الساعة 10 بالليل طول اليوم عبد الله ما ظهرش، رغم إن هو مش متعود. هو على طول كل يوم تلاقيه ناطط عند الحاج محمد. قام جه الحاج محمد رافع سماعة التليفون عليه: يا عبد الله، إيه يا حاج؟ فين يا ابني الفلوس؟ ولا الراجل خد البهايم ولا ما خدهمش ولا ايه ظروف؟ قال له خلاص يا حاج خدهم واتفق عليهم واداني الفلوس كمان، اداني 120. اداك 120 إيه يا ابني؟ دول عاملين 90 بس. حرام عليك، انت بتتكلم ازاي؟ قال له لا، ما هو عايز حته كمان. قال له عايز بهيمه كمان؟ قال له ايوه عايز بهيمه كمان. واداك الفلوس؟ قال له ايوه اداني الفلوس. طب خير وبركه الحمد لله. وطلعت لك حسنه فيهم يا ابني؟ قال له ايوه ربنا مرضيني فيهم على الاخر. يعني شوف حتى الراجل حامل همه، بيطمن عليه. خلاص ماشي، هتيجي تعدي عليها بكره تجيب الفلوس وباخد الحته الرابعه. قال له لا، انت تيجي دلوقتي تاخد الفلوس. قال له يا ابني الصباح رباح، انا إيه اللي يجيبني عندك دلوقتي؟ قال له يا عم ما تحركش نفسك، انا هاجي لك لحد عندك بالتروسيكل، اخدك، هنقعد مع بعض شويه واديك الفلوس وتوكل على الله. خلاص يا عبد الله انا هنام دلوقتي. قال له يا عم انت ما بتنامش الا الفجر؟ انا هاجي لك اهو، انا هاجي لك اهو. كنا الساعه 11 بالليل، وبالفعل الساعه 12 عبد الله راح للحاج محمد: يا حاج محمد. ايوه اهو صاحي يا عبد الله، جاي لك يا حبيبي. بنت الحاج محمد صاحي: انت رايح فين يابا دلوقتي؟ قال لها رايح عند عبد الله يا بنتي، عنده 120,000 جنيه هروح اجيبهم منه. ما خلاص يابا، ما الصباح رباح، ما تخليك بكره، روح له بكره. قال لها خلاص مش مشكله، ما انا كده كده صاحي هاخدهم منه. ماشي. وراح الحاج محمد مع عبد الله. تاني يوم البيت صحي عند الحاج محمد، يقوموا يدوروا عليه، مش موجود. الله، مش عادته ان هو ما يباتش في البيت خالص مهما يكون. كان مين اللي جه من بره؟ احمد ابنه السواق. احمد بيغيب له يومين ثلاثه وبيجي على الفجر بالعربيه بتاعته النقل. كان جه احمد متاخر، فلما صحى الصبح اخته بتقول له: يا احمد، ابوك ما جاش من امبارح، طلع وما جاش. قال: ابويا ما باتش في البيت؟ قالت له: لا، ابوك ما باتش في البيت. تعرفش راح فين؟ قالت له: راح مع عبد الله، قال لي رايح اجيب 120,000 جنيه من عبد الله وما جاش. رفع سماعه التليفون على عبد الله: يا عبد الله، ابويا كان عندك امبارح؟ قال له: اه، ابوك جالي، ده انا اللي واخده من عندكم البيت. وبعدين راح فين؟ راح فين؟ روح، هيروح فين يعني؟ قال له: روح ازاي، ابويا ما جاش. قال له: ازاي يا ابني، ابوك خد مني فلوس امبارح، خد مني 120,000 جنيه وطلع. قال له: طب انت ما وصلتوش؟ قال له: لا، انا قلت له اوصلك يا عم محمد، ما رضيش. غريب. طب طلع يا ابني شفته راكب مع حد ولا ماشي مع حد؟ قال له: لا، كان ماشي لوحده. الحاج محمد مثلا مختفي او طلع مع عبد الله يوم الاحد بالليل، فاحنا اصبحنا يوم الاثنين الكلام ده على العصر كان عبد الله عند الحاج محمد في البيت. راح لاحمد. احمد لما شافه: يا عبد الله، ابويا فين؟ عرفت هو فين؟ قال له: لا يا ابني والله ما عرفت هو فين. قال له: امال خير في ايه؟ قال له: خير، انا مدي ابوك امبارح فلوس 120,000 جنيه، انا كنت واخد منه 3 حتت وانت عارف بيهم، وكان ليه 90,000، وانا اديته تمن الحته الرابعه امبارح، الفلوس كلها امبارح، وجاي ياخد الحته الرابعه من عنده، جاي ياخد البهيمه الرابعه. تعملوا كوبايه شاي ولا؟ ده عبد الله اللي بيطلب، ما هو بيطلب بقلب جامد، ما هو في بيته. المهم عملوا له الشاي، قعد شرب الشاي ودخل، خد حته البهيمه الرابعه وتوكل على الله مشي. ومسك احمد البلد لف على ابوه مفيش. يروح عند اصحابه، يروح عند جيرانه، يروح عند قرايبه، يسال هنا يسال هنا، يروح الارض. الراجل فص ملح وداب. عدى يوم الاثنين كمان وصباحنا يوم التلات. احمد قال ما بديهاش بقى، اروح ابلغ عن غياب ابويا. راح بلغ في اسم الشرطه ان ابوه مختفي بقاله يومين. كان فين يا ابني اخر مره، ولا جه منين تعرف عنه حاجه؟ كان مع واحد اسمه عبد الله. اتحركت الشرطه بسرعه لان هو كده بقاله يومين. راح سأله عبد الله: شفت الحاج محمد يا عبد الله؟ اه، ما كان اخر مره معايا. تمام. وراح فين؟ قال لهم ما اعرفش. طلع مع مين؟ قال لهم طلع طلع راح فين تعرف يعني؟ قال لهم ما اعرفش يعني. طب طلع ركب حاجه؟ قال لهم ايوه، ركب عربيه حمراء. عربيه حمراء بجناب كده، عربيه حمراء بجناب، اللي هي عربيه دبابه، ليها بيبان عاليه، اللي هو يعني قصده عربيه حمراء دبابه بتاعه تجار البهايم يعني. عشان ايه؟
يبقى هو كده راح مع أي تاجر بايم أو كده. قال له ماشي نشوف. طب ما شفتش السواق؟ قال لا ما شفتش، ما خدتش بالي منه، ولا رقم العربية ولا مواصفاتها، لا ما اداش عقد نافع. راح أحمد في نفس اليوم بعد ما استجوبه عبد الله، فبيقولوا له احنا سألنا عبد الله وقال لنا كذا كذا كذا، وإن في عربية ومش عارف إيه، فأنت تعرف حد عنده مواصفات العربية دي حمرا وبجناب وكده؟ فأحمد قال لهم أنا سائل عبد الله امبارح، قال لي إن هو طلع ماشي، ما حدش استناه ولا حد خده. الله، يعني هو قال لك حاجة امبارح وجاي يقول حاجة تانية النهاردة؟ الواد ده فيه إيه بقى؟ جابوه تاني. تعالى يا عبد الله، أنت مش قلت لنا امبارح إن الحاج محمد لما طلع من عندك ركب عربية حمرا ليها بيبان كده من على الجناب؟ قال له اه. قال امال قلت لاحمد ان هو طلع على رجليه ليه؟ ما كانش في حد مستنيه بره ولا ركب مع حد. قال لا لا، قلت له بس هو هتلاقيه ما خدش باله، هو هتلاقيه نسي. تمام. قلت لنا بقى العربيه الحمرا دي مواصفاتها ايه؟ مش عارف مواصفاتها، بس هي عربيه حمرا كده بجناب، عربيه تجار. تمام. والسواق شكله ايه؟ قال لي السواق كان شكله غلط كده، تخاف تبص له. تمام. طب احنا يا عبد الله لما سالناك امبارح قلت لنا ما خدتش بالي من السواق، اشمعنى دلوقتي قلت لنا ان هو شكله غلط؟ ده امبارح قلت لنا ما خدتش بالي من شكله ولا من مواصفاته. انت مش تمام يا عبد الله. زنقوا عليه في الكلام وكلبشوه، لانه حسوا ان فيه وراه إلنا، كلامه متضارب مش مظبوط وعمال بيلخبط ويتلخبط. كلبشوه وخدوه تفتيش على البيت، وهم واخدينه رايحين يفتشوا البيت، وهو مصفر ومحمر ومزرق وجايب الوان الدنيا وقاعد هيعملها على نفسه. اول ما وصل البيت قال له يا باشا قول. قال له انا عايز اعترف لك يا باشا. اعترف يا عبد الله. قال الحاج محمد عندي في البيت جوه. يعني ايه مخبيه يعني ولا ايه؟ حاجزه عندك؟ لا يا باشا، الحاج محمد تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله، ده الراجل ماشي على رجليه وكان سليم وجاي لك، تعيش انت ازاي؟ عملت ايه؟ قال له موتته يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان بيعتبرك ابنه يا عبد الله. عملت ايه يا عبد الله؟ وعبد الله يجيب اللي في بطنه. قال بصراحة انا خدت من الحاج محمد بهايم وبعتهم، وكان في عليا فلوس بره، ديون سددتها، وما تبقاش معايا فلوس اسدد له فلوسه كامله، وقعد يطالبني بيهم وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. كمل. قال في اليوم ده حفرت في الزريبه متر في الارض، وكلمته قلت له فلوسك جاهزه وبزياده، بدل ال90 120، عشان اخد منه كمان حته بهايم تانية اتصرف فيها وابيعها، يعني موت وخراب ديار يخرب بيتك يا عبد الله. المهم راح خد الراجل الساعه 12 بالليل بالتروسيكل، ركب مع التروسيكل ورايحين بلدهم. ما ده من بلد وده من بلد، بس ما بين البلد دي والبلد دي 500 متر، أرض زراعية بس طريق زراعي. طبعا بالليل هس هس ولا حس ولا خبر ولا في أي حد، لحد ما وصل عند حتة معينة كده ضلمة كحل في الطريق، ما فيهاش صريخ ابن يومين. وقام جاي موقف التروسيكل، قال له ثانية واحدة بس هفك شوية مية، يعني أعزكم الله هيعمل حمام يعني. وراح ورا التروسيكل في الحتة دي، كان مخبي فاس. راح ورا التروسيكل مخبي فاس كده في الدرة في شوية عشب كده، وقام جاي ساحب الفاس، جه من ورا بالراحة كده، وقام جاي خابط الحاج محمد على دماغه بالفاس، واحدة في التانية. الراجل نزل محطش منطق، ما قدرش حتى ينبث ببنت شفه زي ما بيقولوا، يعني حتى النفس ما طلعش. هم خبطتين بالفاس بالعدد كان نازل، الله يرحمه. وعشان يتأكد ان هو مات قام جاي مكمل عليه كمان 3 خبطات، يبقى 3 و2 5، 5 خبطات بالفاس هرس دماغه. يعمل ايه؟ يجيب حبل، عنده حبل في التروسيكل محطوط، وقام جاي مربط الراجل، وقام جاي ربطه في التروسيكل، حتى مهنش عليه يشيله يحطه على التروسيكل، قام جاي مربطه وجره، خده جر لحد البيت. بيته هو في أول القرية، ولا حس ولا خبر،
ولا حد شافه ولا حد حس بحاجة، والبيت عنده هناك نايمين. الزريبة ليها باب من بره، فتح الزريبة، دخل، شال الراجل الله يرحمه، حطه في القبر، في الزريبة اللي هو فحره ومجهزه، وقام جاي رادم عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الله. لا، ويروح تاني يوم ياخد كمان حتة بهيمة كمان، موت وخراب ديار. دي جزات الإيد اللي تتمد بالخير. حسبي الله ونعم الوكيل. ده في مثل بيقول: من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين. يعني لو انت طبع الخيانة وطبع الندالة في دمك، وجه واحد أمنك، ده ما تخونوش. اللي أمنك ده ما تخونوش. حسبي الله ونعم الوكيل. القضية لسه جديدة وما زالت التحقيقات شغالة فيها. ربنا يرجع الحق لأصحابه وتاخد العدالة مجراها، وينول عبد الله العقاب والجزاء اللي يستحقه على فعلته، وعلى إزهاق الروح، وعلى خيانة الأمانة، وعض الإيد اللي اتمدت له. في النهاية يا جماعة، يعني لو واحد داخل حياتكم جديد وحسيتوه يعني حلو قوي أو مثالي، مفيش حد فينا مثالي. ده لازم تقلقوا منه وتاخدوا حذركم منه بجد. أنا اللي يبقى معايا مثالي قوي 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 فوق الوصف ده، آه يعني بحذر منه شوية. ليه؟ عشان محدش في الدنيا مثالي، لا أنا ولا أنت مثالي. كلنا ناقصين والكمال لله وحده. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.